الإنسان شايف أقل من نص اللي حواليه، لكن في كائنات لو حاولت تستخبى منها هتبقى شايفاك قبل ما تتحرك. أهلا بيكم في 5 جنان. أول كائن ممكن يخطر على بالك لما تيجي تفكر في الرؤية الكاملة هو الدبان. الدبان بيشوف الدنيا بطريقة مختلفة تماما عننا بسبب تكوين عينيه اللي بتسمى عيون مركبة. العيون المركبة دي مكونة من آلاف العدسات الصغيرة، وكل عدسة بتشوف جزء صغير من المشهد، ولما كل العدسات دي تتجمع مع بعض الدبانة بتقدر تشوف كل حاجة حواليها من كل زاوية في نفس اللحظة. العيون المركبة للدبان بتحتوي على حوالي 4000 ل 6000 عدسة صغيرة، كل عدسة منهم بتلتقط جزء من الصورة وبتديلها قدرة شبه مثالية على الرؤية المحيطية، وده بيساعد الدبانة إنها تهرب بسرعة البرق لما تحس بأي خطر جاي ناحيتها من أي اتجاه. الدبانة بتقدر تميز الحركة بشكل أسرع بكتير مننا، عشان كده دايما بنلاقي صعوبة إننا نعرف نضربها لأنها بتشوفنا قبل ما نتحرك. إما الحبار، المخلوق العجيب اللي عايش في أعماق المحيطات، بيتمتع بقدرة مذهلة إنه يشوف اللي حواليه. الحبار عنده عيون كبيرة جدا، وده بيساعده إنه يشوف في جميع الاتجاهات تقريبا، وده مش بس علشان يهرب من الأعداء لكن كمان علشان يقدر يحدد مكان الفريسة اللي حواليه، وده بيديله ميزة هايلة في الصيد. عيون الحبار بتكون على الجنبين وبتتحرك بشكل منفصل، فده بيخليه يقدر يغطي مساحة كبيرة من حواليه. كمان قدرته على تغيير لون جسمه بتساعده يندمج مع البيئة المحيطة ويخدع أعدائه. ده غير إن الحبار عنده قدرة على الرؤية في الظلام الدامس تحت المية، علشان عيونه عملاقة وبتقدر تلتقط أي بصيص ضوء. إما الحرباية مش بس مميزة بقدرتها الفريدة على تغيير لونها، لكنها كمان عندها قدرة غريبة جدا في الرؤية. عيون الحرباية بتتحرك كل واحدة منهم في اتجاه مختلف تماما، يعني عينيها مش بتشتغل مع بعض زي عينينا، وده بيخليها تقدر تشوف الأمام والخلف والجوانب في نفس الوقت. ده غير إنها بتقدر تراقب الفريسة وكمان الأعداء اللي حواليها من غير ما تحرك جسمها. عيون الحرباية بتقدر تتحرك بزاوية 180 درجة لكل عين، وده بيجمع زاوية رؤية تقريبا 360 درجة، ويخليها قناص محترف لما تيجي تصطاد الحشرات باستخدام لسانها الطويل اللي بيطلع بسرعة خارقة. ولو رحنا للأرانب، فالأرانب من الحيوانات اللي بتعتمد على سرعتها وذكائها علشان تهرب من الأعداء اللي بتحاول تصطادها. والأرانب عندها ميزة رهيبة في عيونها اللي موجودة على جانبين راسها. الميزة دي بتسمح للأرنب إنه يشوف حواليه بزاوية تقرب من 360 درجة، يعني الأرانب بتقدر تشوف كل حاجة بتحصل حواليها من غير ما تحتاج تلف جسمها. فعيون الأرانب متوزعة على الجانبين بشكل بيخليه يغطي مساحة كبيرة من الرؤية، وده بيساعده إنه يكتشف أي خطر جاي ناحيته من أي اتجاه ويهرب بسرعة. لكن في نقطة عمياء صغيرة قدام مناخيره اللي ممكن تخليه ما يقدرش يشوف اللي قدامه مباشرة. ورغم ان الأرنب بيشوف في كل الاتجاهات، لكنه بيلجأ للهرب أكتر ما بيدخل في معركة، وده اللي بيخليه من أكتر الحيوانات سريعة الهروب. إما أسماك القرش المطرقة، فعندها راس شكلها غريب وعينين موجودين على الطرفين البعيدين للراس، وده بيديها رؤية مدهشة بزاوية 360 درجة في المية. الشكل ده بيخلي القرش المطرقة واحد من أشرس الكائنات البحرية في الصيد، لأنه بيقدر يشوف الفريسة اللي حواليه من كل الاتجاهات تقريبا. الراس الفريدة لسمك القرش المطرقة بتوزع العيون بعيد جدا عن بعض، وده بيخلي مجال الرؤية يتوسع بشكل كبير جدا، وبيسمح للقرش إنه يحدد مكان الفريسة حتى لو كانت مختفية من بعيد. إما الحمام، فمن أكتر الطيور اللي بتعتمد على قدرتها الفائقة في الطيران والرؤية علشان تتجنب الأعداء، وكمان علشان تتنقل لمسافات طويلة. عيون الحمام بتبقى على جانبين الراس، وده بيديهم زاوية رؤية قرب 340 درجة، يعني بيقدر يشوف اللي حواليه تقريبا بالكامل. الحمام مش بس بيقدر يشوف حواليه، لكنه كمان عنده حاسة مغناطيسية بتساعده يحدد اتجاهات الطيران ويرجع لمكانه حتى لو كان على بعد آلاف الكيلومترات. إما الأخطبوط، فمن الكائنات البحرية اللي بتمتلك عيون على جانبين راسها، وده بيوفر لها رؤية شاملة. عيون الأخطبوط مجهزة بشكل بيسمح لها تشوف الحاجات كلها في المية بشكل واضح وبتفاصيل دقيقة. ده غير إنه بيستخدم الرؤية بزاوية واسعة للمراقبة في البحر علشان يتجنب أي مفترس، وبرضه بيعتمد على قدرته على تغيير لون جسمه عشان يتناغم مع البيئة المحيطة بيه علشان يعرف يعمل تمويه. إما العناكب بقى، فغالبا عندها أكتر من عين، وفي أنواع كتير عندها 8 عيون، لكن مش كل العناكب
بتستخدم كل عيونها بنفس الطريقة. فعناكب الصياد دي من أكتر أنواع العناكب اللي عندها رؤية حادة. عيونها الأمامية كبيرة جدا وبتديها رؤية ممتازة وقدرة على تحديد الفريسة بدقة. العنكبوت الصياد بيقدر ينط المسافات بعيدة ويحدد مكان الفريسة بالمليمتر. العيون دي بتديهم رؤية ثلاثية الأبعاد، وده بيساعدهم إنهم يحددوا المسافات والقفز بدقة. العناكب بيكون عندها عيون أمامية وعيون جانبية، والعيون الأمامية بتكون العيون الأساسية اللي بتدي العنكبوت رؤية حادة وقدرة على تحديد الفريسة. إما العيون الجانبية فبتكون أصغر وبتدي العنكبوت رؤية أوسع. هي مش بنفس قوة العيون الأمامية، لكنها بتسمح له إنه يكتشف الحركة في محيطه بسرعة جدا. لو وصلتوا لحد هنا بشكركم جدا، وبتمنى إنكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوا الحلقة الجاية.